جعانين ومحتارين تاكلوا ايه؟ عايزين تاكلوا وصفة سريعة وسهلة كده وطعمها حلو لجوع اخر الليل، او لو التجمعات العائلية. مفيش احلى واطعم من طبق المكرونة بالجبن والصوص البنك، حاجة كده تحفة. مية بتغلي كده على النار، فيها رشة من الملح. هضيف كيس من المكرونة الأقلام، حضرتك اي شكل بتفضليه هاتيه، واي نوع مكرونة بتحبيه هاتيه. هسيبها على النار تغلي لمدة 7 دقايق، عايزينها كده فيها عضة خفيفة عشان تكمل تسويتها مع الصوص اللي احنا هنعمله. استوت معايا المكرونة كده 3/4 تسوية، في عضة خفيفة لسه في المكرونة. هاخد المكرونة اصفيها من ميتها، واخد كوباية مليانة من مية سلق المكرونة دي. هنعمل الصوص اللي هنحط فيه المكرونة. حلة على النار فيها معلقتين زيت كبار، هنزل عليهم ببصلايه حمراء او بيضه المتوفر عندك، متقطعه مكعبات صغيره بالشكل ده. شوحهم تشويحه بسيطه يا دوبك يتبلوا من غير ما يتغير لونهم. هنزل على البصله بشويه فلفل الوان احمر واخضر واصفر. لو مش متوفر عندك الالوان كلها حطي اي لون متوفر عندك، مفيش مشكله. حطي الكميه كمان اللي تحبيها على حسب كميه المكرونه اللي انت عاملاها. البصل والفلفل كده من غير ما يغيروا لونهم. هنزل بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم، هنزل عليهم بشوية من مية سلق المكرونة، مش كلها عشان اشوف قوام الصوص. اخد الصوص كده غلوة مع بعضه. هضيف كوباية من كريمة الطبخ، لو مش متوفر عندك زي كده ضيفي كوباية لبن عليها رشة من السكر، رشة من الملح، معلقة صغيرة من الزبدة، معلقة صغيرة من النشا. دوبيهم كلهم مع بعض كده وانزلي بيهم على الصوص. بدأ يغلي صوص المكرونة بالشكل ده وكله اخد من طعم بعضه. هزود بقية مية المكرونة، هنزل عليه بالمكرونة علشان تتشرب من الصوص وتكمل تسويتها. هضيف شوية من الجبنة الميكس، موتزاريلا على رومي على شيدر. لو حضرتك ما عندكيش كل دول، عندك نوع واحد بس حطيه مفيش مشكلة. هتبلها بملح، فلفل، رشة من الثوم البودر، رشة من البابريكا، وهقلبها كده. المكرونة بتاعتي بقت جاهزة على التقديم. عملنا اسرع واحلى طبق مكرونة بالصوص البينك مع الجبن، حاجة كده تحفة لجوع اخر الليل، او للمة والتجمعات في الصيف، او للمصيف.